السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم سمين الضاني، حاجة كده في منتهى الجمال للناس اللي ما بتحبش ريحة الضاني ولا بتاكل الضاني. النهاردة لما تشوفوا الفيديو ده والطريقة ديت هتاكلوا طبعا احلى سمين منه. وهعمل معاكم طبعا الطاجن الاحمر، حاجة كده في منتهى الجمال. وطبعا مش هتأخر معاكم على الفيديو، هنخش في الطريقة على طول. اول حاجة كده معايا دي طبعا السقط او الفشة والكرشة والامعاء والراس الكاملة بتاعة الضاني، وطبعا حتة من اللي هي بتكون مغسولة تماما وطبعا متقطعة قطع صغيرة كده، نكون نقعاها في ليمون وخل طبعا، وتكوني غسلها كويس جدا جدا. هتحطي حلة على النار، وبعد ما الحلة تغلي كده او تعمل فقاقيع هتنزلي طبعا بلحمة الراس اهي متقطعة. طبعا الضاني، لحمة الضاني او الخرفان بتبقى طبعا لحمة الراس فيها عظم، هتنزلي بالعظم. وطبعا تنزلي بالكرشة والزور والامعاء لو انتي مش عايزة تعمليها سجق. هتعمليها بالطريقة دي. ومعاكي طبعا بصلاية كبيرة، طماطمية كبيرة، وكام فص من الثوم، ومكعبين من الماجي. وهتسيبيها طبعا لحد قبل ما تستوي بربع ساعة، وتحطي اللورة والحبهان وهتسيبيها طبعا. قبل ما تستوي بربع ساعة هنضيف الملح، وطبعا هنطلعها كده في مصفى عشان تصفي المية بتاعتها. هنيجي هنا طبعا عشان قطعة معايا كبيرة، هنيجي هنا على اي حاجة عندك وهتقطعي القطع اللي انتي حباها تكون في السندوتشات بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا ده الراس بعد ما اتسلقت هتخلي طبعا منها العظم عشان مش هينفع نستعملها بالعظم. مجرد ما هي بعد ما استوت بالسكينة هتطلعيها كده، هتلاقيها اتخلت وهيطلع اللحم من العظم مفيهوش اي لحم خالص. وهتقطعي برضو لحمة الراس قطع صغيرة عشان نعملها اهي زي ما انتوا شايفين. قطعت كل حاجة، الزور والفشة والكرشة والممبار ولحمة الراس وكل حاجة قطعتها قطع صغيرة خالص، واللسان. وهاجي هنا على طاسة على النار، هنزل بالمادة الدهنية حبة زيت عشان ما تبقاش معايا تقيلة قوي. وهتنزلي ببصل مكعبات كده صغيرة، وهتسيبيها طبعا لحد ما تتدبل. هفضل اقلب فيها. اول ما تتدبل معايا كده هجيب طبعا الحاجات اللي انا قطعتها معايا، وهنزل طبعا في الطاسة مرة واحدة كده. وهفضل اقلب طبعا اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنفضل اقلب لحد ما يعني حبة كتار كده. انا مسويه الفشه والكرشه ولحمه الرز سوا كامل، مش مسوياها نص سوا هكمل سوا هنا، لا انا مسويها سوا كامل عشان هنا مش بتستوي معايا. هنا طبعا الكمون وفلفل اسود وكزبره وسبع بهارات، وهنزل بيهم برضو على بعد ما اتشوحت وخدت اللون كأنك بتحمريها كده، وتاخد من طعم البصل والتوابل. وبعد كده وانا بقلب هنا طبعا انا جنبي بقطع الفلفل الاخضر، فلفل كتير خالص لان هي بتحب الفلفل الكتير. وبرضو الطاجن اللي انا هعمله بيحب الفلفل. هاخد جزء من الفلفل كده وهنزل على طبعا السمين بتاعي كده، وهفضل اقلب يعني دقيقتين تلاتة. انا مش عايزة الفلفل بتاعي يستوي عشان لما احطه في السندوتشات احس بطعم الفلفل مش مطبوخ معايا، لا يعني بحس ان بقرمشة كده مع السمين، حاجة كده في منتهى الجمال. وخلاص شايفين طبعا هو اتحمر من كل الجناب وخد ريحة البصل، وخد طبعا لما بتسلقيه بياخد ريحة كله من بعضه. والريحة بتاعته كانت خطيرة يا جماعة. الناس اللي ما بتحبش السمين مش هتحسي هنا بريحة السمين خالص. خلاص انا هركن ده على جنب. وهنا طبعا انا عاملة تقلية عادية، مقطعة بصل ومحمراه ونزلت بالطماطم طبعا ده سريعا. وبعد كده هاخد جزء من السمين بتاعي كل طبعا السمين مقطعاه، واحط هنا التوابل. وبعد كده هحطه طبعا في الطاجن. طبعا هحط الفلفل وبعد كده هحطه في الفرن، او عايزه تاكليه كده هيبقى في منتهى الجمال. وبعد كده طبعا ده كان المنظر. انا بحب الطاجن الاحمر ده جدا جدا يا جماعه، طعمه بيكون في منتهى الجمال. وطبعا ده السمين بتاعي بتعمليه في سندوتشات كده في عيش بلدي، وهتحطي عليه
طبعًا الطحينة، يعني كل ساندوتش كده تحط عليه حبة طحينة، طبعًا الطحينة كانت خفيفة معايا لمّا عملتها، لو تقلتيها تبقى معاكِ حلوة جدًا، جدًا، والطاجن ده ويتاكل برضه بالعيش. جربوه مش هتندموا، حتى في برضه في اللحوم السمين العادي البلدي هيبقى معاكم حلو جدًا في الطريقة دي. وبكده وصلت معاكم لآخر الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديوهات كتير.